فاكر زمان الحركة دي؟ طب فاكر زمان لما انت كنت بتستلف من صاحبك بطارية وتقول له انا عايز اعمل بس مكالمة بيها وهرجعها لك تاني ضروري؟ طب فاكر اصلا لما البطارية كانت بتتغير وما كانتش بتقلل من سعر التليفون؟ انا بقى النهاردة جاي احكي لك القصة من الاول خالص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم اسلام. شكرا جدا للناس اللي بتتابعني، وشكرا جدا للناس اللي بتعمل لي تعليقات ايجابية، وبشكر كل واحد بيتفرج على الفيديو. ما تنسوش بقى زي كل مرة صلوا على النبي وتشتركوا في القناة. زمان بقى ما كنتش تسمع عن بطارية غير قابلة للإزالة. كانت شركة نوكيا وشركة سامسونج وشركة موتورولا كانوا ثابتين على ان انت البطارية تقدر تغيرها انت بنفسك. كنت ساعتها بقى البطارية تبوظ منك تقدر بكل سهولة تنزل تشتري بطارية غيرها والتليفون شبه يرجع زي الأول. وكمان بالإضافة ممكن تشتري بطارية تانية تخليها معاك احتياطي وانت مسافر وانت قاعد حتى في الشغل، مش محتاج تبقى مهتم ان انت تبقى مشحن التليفون. كان ساعتها بقى البطاريه لو باظت منك تقدر تشتري بطاريه غيرها وترجع شبه زي الاول. وكمان ممكن تشتري بطاريه تانية اضافيه تخليها معاك لو انت ما كنتش شاحن التليفون كويس او انت مسافر، ممكن انت براحتك انت اللي تغير البطاريه. انما دلوقتي بقى لو البطاريه باظت منك لازم تخلي حد متخصص هو اللي يغير لك البطاريه وياخد فلوس على التغييره دي، وانت بتبقى قلقان لا يكون مبوظ لك حاجه تانية، التليفون ما يرجعش زي الاول، ووتر بروف. كان بيبقى فيه مشاكل كده. وكمان بتخاف تشتري تليفون مغير بطاريه لا يكون مغير حاجه تانية غير البطاريه جواه، حاجه بتقلقك. الكلام بقى كان ماشي كويس لحد ما ظهر ايفون سنه 2007. هو ده سبب كل حاجه. هو اول ما دخل بقى علينا بالتصميم الجديد والجذاب والشاشة الكويسة والحركات ديت مع البطارية غير قابلة للإزالة، الشركات التانية قالوا لا، هنفضل متمسكين ان البطارية تبقى قابلة للإزالة. لحد كام سنة كده ودي وراحت شركة سامسونج تبعت الموضوع وبقت في الاس 6 البطارية غير قابلة للإزالة. ومن بعد ايفون برضو باقي الشركات بدأت تعمل الميزة ديت. الميزة دي حلوة للشركات عشان انت لما تيجي البطاريه تبوظ منك ما تجيش بقى انت تروح مغير البطاريه وتبقى تكلفتها عاليه وتقول لا طب ما انا اشتري التليفون الجديد وبامكانياته احسن موديل السنه دي، وبكده انت بتعلي من مبيعات التليفونات عندهم. انت بقى ايه المميزات اللي عدت عليك؟ الشركه بتقول لك ان البطاريه بقت اكبر جوه، الجهاز بقى انحف، الجهاز بقى مقاوم للميه بسبب ان الجهاز بقى متقفل كويس، مع ان في سامسونج اس 5 كان مقاوم للميه وبرضه كان البطاريه بتتغير فيه عادي. الشركات لو عايزه تعمل اي حاجه هتطور وهتعمل فيها فعلا. دلوقتي بقى انت بتضطر ان انت تمشي باور بانك وهم بيبيعوا لك الباور بانك اصلا. بصراحه الباور بانك حاجه كويسه وميزه برضه، بس برضه بتبقى حاجه تقيله ان انت تقعد تمشي بيها، بس مش الافضل زي ما تكون بتغير بطاريه للتليفون. في شركات حاولت تكمل ان البطاريه تكون قابله للازاله وتكون ميزه ليهم، بس في الاخر رست عليهم ان هي البطاريه تكون غير قابله للازاله. وشركة جوجل كان في جهاز كانت شغالة عليه ان انت تقدر تغير البطارية بتاعته، تقدر تغير الكاميرات بتاعته، تقدر تغير المعالج بتاعه، ان انت تقدر تحدث فيه زي الكمبيوتر البي سي اللي انت تقدر تغير كارت شاشة فيه، تغير بوردة، تتحدث في الجهاز ذات نفسه. انما دلوقتي شبه مفيش اي اجهزة بتغير البطارية. مفيش تنبؤات ان الميزة دي تيجي. ممكن في المستقبل تلاقي الحكومة فرضت على الشركات ان الميزة دي ترجع عشان حقوق المستهلك، وبصراحة يا ريت الميزة دي ترجع. انا بقى كده خلصت كلامي بجد، لو انت وصلت لحد هنا بجد انت بطل. سلام.